وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حط لي بقى لايكات كتير كتير على الفيديو ده، واللي مش اشترك يا ريت كده يشترك علشان ان شاء الله عيلتنا تكبر اكتر واكتر بيكم. بصوا بقى، ده يوم كده كان تحفة عند ماما. هما اليومين كانوا تحفة، يعني يوم ما رحنا وتاني يوم. فانا طبعا يوم ما رحنا صورت معاكم ونزل على القناة التانية. ده بقى تاني يوم، فانتوا عيشوا بقى معايا الاجواء وعيشوا معايا الاحداث اللي حصلت، علشان كانت احداث جميلة. وانا بحط لكم كده في اول الفيديو كل مشهد كده من اللي حصل. فهنبدأ كده بقى مع بعض علشان تعيشوا معايا يوم حلو. فشجعوني باللايكات الكتير الكتير وعرفوني كده رأيكم ايه، علشان انا بحبكم وعارفة ان انتوا بتحبوني وبتحبوا اليوم اللي بروح فيه لماما، وانا برضو بحبه جدا جدا. فعشت كده معاكم بصراحة. يعني اجواء كانت تحفة، وانتوا برضو لما تعيشوها معايا هتعرفوا ان انا عندي حق. ماشي، يلا بقى بينا على الفيديو علشان الفيديو كان خطير وفيه احداث كتير، وانا عارفه ان هو هيعجبكم. شايفين صينيه السمك الخطيره دي؟ حطوا لها بقى لايكات كتير. طبعا انا عارفه ان الفيديو هيعجبكم علشان انا اصلا عشت يعني فيه كده، فكان جميل بصراحه. بصوا، انا طبعا كنت جايبه للاولاد هدوم، دول البيجامات بتاعتهم. ده يوم ما رحنا بس بالليل. كنا كده بالليل عشان خاطر بقى بعد ما خلصنا تصوير معاكم، بعد ما اكلنا المحشي وبعد ما عملنا كل حاجه. فجبت لهم كده غيارات عشان يغيروا وياخدوا بقى راحتهم، ويقلعوا بقى الهدوم اللي بتكون خروج دي، الجينز بقى والحاجات دي. فجبت لهم كده البيجامات اهو. انا هنا كنت بدي كل واحد بيجامته، وبقول لهم يلا بقى روحوا غيروا. شايفين؟ كل واحد ليه بيجامه. طبعا الشنطه دي كانت صغيره اصلا على الهدوم. سليمان قال لي مش عارفه تجيب الشنطه التانية الكبيره، واتقطعت مننا والله، سوسته اتقطعت. هم كلهم لبسوا البيجامات وولاد اختي برضه لبسوا، وهم عايزين طبعا يتصوروا كده. يعني هم كانوا متحمسين اصلا على التصوير جدا ومبسوطين، لو انتوا تلاحظوا ان هم بيقفوا مبسوطين هم الكل. فكان يوم جميل معاهم بصراحة، واختي برضو باتت معانا هناك. فعشنا بصراحة يوم حلو. بصوا بقى، دي الحلاوة اللي كنا مشترينها من السوبر ماركت، لو تفتكروا ساعة ما قلنا لكم هنجربها يا رب تطلع حلوة. الحلاوة دي طلعت تحفة 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 تحفة، ما شاء الله. يعني القطعة قد ايه؟ دي كانت ب60 جنيه. بس مش عارفة هي كام يا جماعة، كيلو مثلا دي ولا أقل؟ معرفش، احنا ما أخدناش بالنا هي كيلو ولا أقل، بس ماما بتقولي لأ أقل من كيلو. فدي كانت ب60 جنيه، بس كانت حلاوة خطيرة خطيرة خطيرة. يعني لو تفتكروا ان احنا لما كنا بنحكي معاكم زمان، لما كنت بروح السوق ونجيب حلاوة بلدية وكده، دي أحلى من بتاعة السوق كمان، تخيلوا. يعني دي أحلى من اللي كنا بنجيبها زمان. فطبعا انا كنت باكل كده معاكم علشان اتصور، فهم الكل شافوني مستمتعه كده بالحلاوه. فهم الكل بقى ايه، مش كان عندهم صبر اصلا ان انا اديهم، كلهم عايزين يجوا يدوقوها كده اثناء ما شافوا الرياكشن بتاعي. طبعا كلنا اكلنا اهو، كل واحد اخد حته مؤقتا، وهنروح مفرقينها بقى على بعض. شايفين؟ انا ما حبيتش ازعل حد منهم، لان هم الكل عايزين ياكلوا زي بعض، يعني كله عاوز ياكل زي بعض. عجبت ليندا ازاي؟ هتلاحظوا ان ليندا يعني اخدت كذا مره منها. شايفين عامله ازاي؟ بصوا بقى، فرقنا على بعض، وهي دي القطعه اللي طلعت لي. طبعا كله اخد وكله اكل، فدي اللي طلعت لي، فكانت طعمها خطير يا جماعه. شايفين؟ مين بقى بيحب الحلاوه اللي بتكون البلديه، مش الحلاوه الطحينيه التانية اللي بتاعت العلب المتعارف عليها؟ لا، دي خطيره بصراحه، احسن منها بكتير. الواحد اصلا ما كانش قادر ياكل، بس ايه، قلنا كده نسكر كده بقنا باي حاجه علشان خاطر كنا بقى اتكلمنا كتير وضحكنا كتير، فالموضوع خرج عن السيطرة بصراحة. جيت هنا بقى على البوتاجاز علشان اغسله. طبعا البوتاجاز ده والله العظيم تعبني جدا جدا، وانت هتشوفوا في الاخر اللي حصل. يعني انت هتشوفوا بعد ما غسلته شكله بقى عامل ازاي. انا عارفة كومنتاتكم هتكون عاملة ازاي. طبعا النقط البيضة دي، دي من الدهان. يعني دي بوهية، مش حاجة، لا ده دي من الدهان السقف بتاع المطبخ، علشان كان متبهدل، فماما ادته لون ابيض كده. فطبعا لما اجت تدي لون ابيض، مش طلعت مثلا البوتاجاز بره، او فكرت تغطيه باي حاجة مثلا قديمة تفرشها عليه، لا سابته زي ما هو. سابته زي ما هو تحت الدهان وهم بيعملوه.
فطبعا البويه لما نزلت عليه مش راضيه تطلع، مش راضيه تطلع خالص. انا مش عارفه، انا تعبت فيه. وكمان السلكه الناعمه دي وحشه جدا. السلك الناعم ده اصلا مش ليه لازمه، بحسه مش ليه لازمه. ما بطلعش حاجه. لو كان انا عماله اقول لهم ما فيش سلك خشنه، وطبعا ما كانش في حد فاتح جنبينا لان كان الوقت اصلا متاخر. بقول لكم ده في السهره يعني. يعني الكلام ده كان حوالي الساعه 12 واحده. انتوا فاهمين يعني؟ بعد ما قعدنا بقى وضحكنا ومش عارفه ايه وقضينا اليوم. فالكلام اللي احنا بنحكي فيه ده كان يمكن على الساعه واحدة. احنا كده كده في اليوم ده يعتبر ما نمناش اصلا يعني، فضلنا سهرانين مع بعض. فانا بصراحه دعكت كتير. بس السلكة ناعمة ومش راضية تطلع حاجة، والبوهية البيضة دي مش عايزة تطلع. وغير كده العيون محروقة، يعني السواد ده حرق، مش ان هو حاجة متبهدلة، لا ده حرق في البوتاجاز نفسه. فالحرق ده برضه ما رضيش يطلع معايا. فطبعا انتوا هتقولي يا مروة البوتاجاز انت غسلتيه ولا كأنك غسلتيه. والله انا عارفاكوا هتقولوا كده. بس اعمل ايه؟ هو ده اقصى طاقتي، انتوا فاهمين؟ يعني ما قدرتش اعمل اكتر من كده. طب انتوا بالله عليكم هاتولي حل في الموضوع ده. يعني البوتاجاز نفسه محروق، والباقي عليه بوهية بيضة من الدهان. انتوا يعني والله العظيم انا كنت واقفة قدامه مصدومة. يعني انا قلت هغسله كده وهلاقي بقى حاجة ايه تحفة كده بعد ما اغسله واتعب فيه. بس لقيت ان انا غسلته مش غسلته، هو نفس الشكل. المهم، هو كان ممكن لو جبت له مزيل للدهون كان يتشال الحاجات دي، ممكن تطلع يعني بالحاجات التاتش والحاجات المتعارف عليها دي ولا لأ. بس انا بصراحة ما كنتش بشتريها في بيتي خالص لانها بوظت ايدي، دمرته. والله العظيم ايدي دي اتدمرت كده، فضلت فترة صوابع وجعاني، والجلد بتاع ايدي نفسه بيتشال. لان انا لما جيت اغسل البوتاجاز عندي ما لبستش جوانتي، غسلت كده بايدي. فالحاجات دي بهدلت ايدي جدا. حاليا انا بقى بغسله بصابون سائل عادي، صابون سائل عادي خالص، بريل كده عادي كده بروح غاسله بيه وخلاص. ما عدتش بحط اي حاجات من المتعارف عليها دي. طبعا انا فضلت اغسل، بس السلكه الناعمه دي ما بتطلعش حاجه اصلا. السلكه الخشنه بتكون احلى بصراحه لانها بتكون خشنه جدا، فاي حاجه معاكي بتطلعها بيها. لكن الناعمه دي كانك بتغسلي بسبونشه كده، ما فرقتش حاجه عن السبونشه. بس نوعا ما نطفت والله. هي العيون هي سودة لان انا بقول لكم هي شكلها اسود اصلا، لكن الدهون اللي كانت عليها انا غسلتها. هي برضو كان عليها دهون، انتوا لو تلاحظوا يعني الحوض، ولو تلاحظوا ايدي هتلاقوها اتبهدلت. فدي كلها حاجات كانت على العيون واتشالت. ومسكت برضو الحوامل اهي، غسلتها كده كويس. برضو الحوامل كان عليها بوهية من البيضة دي برضو ما طلعتش معايا. فقلت يلا مش مشكلة، هي اي نعم مش طلعت، لكن البوتاجاز نفسه نضف. يعني هو نفسه الحاجات اللي كانت عليه طلعت معايا ونضف يعني. فعرفوني برضو رأيكم ايه، حسيتوا بتغيير ولا مش حسيتوا بتغيير؟ انا عارفة هتقولوا لي يا ريتك ما كنت غسلتيه، كده كده غسلتيه مش غسلتيه وهو نفس الشكل. لا بس والله لا فرق بصراحة. انتوا ممكن ما تاخدوش بالكم زيي او زينا، لان احنا اللي شايفين الحاجة قدامنا. اهو جيت حطيت كل حاجة. قلت بقى ما احط العيون والحوامل كلها تاني علشان خاطر هنعمل بقى حاجة حلوة مع بعض، بما ان الجو ساقع كده وبرد كده واحنا كده كده سهرانين. فقلنا نعمل كده حاجة حلوة علشان خاطر تكون حلوة في الوقت ده. جبت بقى بطاطا اهي. بس طبعا البطاطا بكون عليها طين كده ماسك فيها، فعلشان يطلع انا لما بكون عندي بيكون في مثلا سبونشة عندي، فبروح ايه جايبه سبونشة نظيفة ما بتكونش غسلت بها المواعين، وبروح شايله بها الطين ده من بره. فعند ماما السلك الناعم ده زي ما بقول لكم هو زي السبونشة. فجبته كده، جبت واحدة نظيفة وغسلت بها البطاطا كلها زي ما انتوا شايفين. وهبتدي ان انا اعملها في الحله طبعا بالطريقه العاديه خالص. الصراحه انا كنت عايزه اشويها في الفرن، بس عشان تتشوي في الفرن يمكن ممكن تفضل معاكم ساعتين في الفرن، ساعتين، ولازم كل شويه تقلبوها وتاخدوا بالكم منها. فقلت طب وعلى ايه ما انا اريح نفسي واعملها في الحله على الناشف كده وخلاص. حطيت عليها حوالي ربع كوبايه من الميه، وحوالي معلقه كبيره من السكر، وبحطها كده على النار على الناشف يعني بتتعمل مع نفسها كده وبتكون جميله. طبعا بما ان برضو الشتاء بجوع والليل طويل، ليل الشتاء طويل، عارفين الاغنيه دي؟
ده بقى بقية المحشي اللي احنا اكلناه، لان احنا لما رحنا لماما كنا رايحين بدري اساسا. فاكلنا حوالي الساعة 3 العصر. فزي ما انا بقول لكم الاسماء دي بقى بالليل، بالليل الساعة 1 بالليل. فكله كده جاع وحبينا ان احنا ناكل، فسخنت الاكل كله. دي شوية المحشي اللي فضت اهو سخنتها، وسخنت الرز والبطاطس وكل حاجة سخناها اهو، علشان خاطر نقعد ناكل تاني. والله الواحد ما بطلش اكل في اليومين اللي قاعد فيهم هناك. وتقولي لي يا مروه بتتخني وتخنتي؟ طب ما لي حق اتخن يا جماعه. طبعا كله قاعد اهو، حطينا بقى الصينيه الصغيره دي، هي ده اكبر صينيه يعني عند ماما. وكل واحد كان فاضل له حته اكلها، لان من الغدا كان فاضل يعني لكل واحد حته. واللي مش كان فاضل له، اللي كان فاضل له كان بيدي اللي مش فاضل له، انت فاهمين قصدي؟ يعني مثلا انا كان فاضل لي حته، مثلا ادم مش فاضل له، فانا رحت مديه ادم، فهكذا يعني. فكله كان بياكل يعني، كله اكل. فكان يوم جميل بصراحه، واللمه الحلوه دي ربنا يا رب ما يحرمنا منها ابدا، ولا يحرمكم كده من كل حبايبكم. ويا رب دايما كده تبقوا دايما مبسوطين وانتوا مع بعض زي ما احنا مع بعض مبسوطين. بصوا بقى ده السدال، كنت مش ده سدال كده كنت مشترياه، فحبيت كده اوريهولكوا. انا جايبه اتنين لونين ماشي، اللون ده ولون تاني. فانا حبيت كده اوريهولكوا. بصراحه انا كنت هخليه لرمضان، بس بما اننا جايين لماما وكده فما حبيتش اخليه لرمضان. فقلت كده نلبسه علشان خاطر ايه، اكون لابسه عندهم حاجه جديده يعني مش شافوها قبل كده. فعرفوني بقى رايكم ايه، واللي متابعني عارف ان مروه بتعشق اللون ده. يعني ده اصلا لون المفضل بكل درجاته، ده اللون بتاعي المفضل بكل درجاته. طبعا احنا كده لقطة السدال دي كنا عند اخت سليمان، قضينا برضو معاهم وقت جميل كده. ورجعنا لان احنا كنا هنبات عند ماما المرة دي. ودي البطاطا بقى اللي عملناها اهي، شايفين شكلها؟ كانت جميلة ومسكرة، لان انا كنت حاطة عليها سكر زي ما وريتكم كده. فالسكر كان مخليها حلوة. فانتوا لو هتعملوها بالطريقة دي لازم تحط عليها سكر، غير بقى الفرن لما بتشوها في الفرن ما بتعرفيش تحطي عليها سكر، لكن في الحلة زي كده بتعرفي يعني تحطي وتتحكمي في السكر بتاعها. بس كانت حلوة. شايفين شكلها؟ طبعا كله اكل وسابولي الكمية دي كلها، فانا ما كنتش قادرة اصلا اكل. انا اكلت بس اللي معاكم دي وخلاص على كده، ما اكلتش تاني. مش كنا قادرين اصلا يعني، زي ما بقول لكم اليوم ده مش كنا مبطلين في اكل اساسا يعني. ورحنا لبابا سليمان، بس طبعا ما صورناش عشان هو تعبان، فما حبيناش يعني نصور. احنا الفيديو اللي كان قبل ده اللي في البلد كنا مصورين معاكم هناك. فالمرة دي ما صورناش بصراحة. ده بقى تاني يوم الصبح، شايفين بقى العيش البلدي وهو على المشنة، وشايفين الشاي بقى وهو على النار. اتجمعنا كده بقى جنب بعض كده، وماما ولعت لنا النار اللي عندها دي بقى بتولعها كده تتدفى عليها وهي قاعدة. ومثلا لو عايزة تعمل شاي تعمل، لو اي حاجة سريعة عايزة تعملها فشار مثلا تروح عاملة وهي قاعدة. فكان القعدة تحفة، والله العظيم كانت تحفة. احنا كده بعتنا نجيب فطار، بس كان الفطار لسه ما جاش. فقلنا على ما الفطار يجي هنسخن كده العيش ونعمل الشاي. الصراحة يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بس انت عارفين يعني ايه اللمة، ويعني ايه تاكلوا الاكلات دي في اللمة. فكان الصراحة اليوم جميل. سليمان اصلا مش كان قادر يصحى، مش كنا نمنا احنا، انا بقول لكم ان احنا اصلا ما نمناش، لاننا سهرنا مع بعض جامد والفطار ده كان الصبح يعني، احنا كده كنا الساعة 8، مش عارفة 8 ولا 7:30 كمان. فما كناش نمنا. فقلت له سليمان الطعمية سخنة والعيش سخن وانت الخسران. راح طالع من الأوضة جري عشان خاطر ناكل. وقال لي والله عندك حق فعلا، يعني بجد كانت فطورة خطيرة. شايفين احنا جايبين طعمية اصلا قد ايه، كمية كبيرة ما شاء الله. بس كله اكل واتبسط، والطعمية كانت سخنة كده ومقرمشة وكانت تحفة. انا مش كنت عارفة احط ده فين، فقلت ها هحطه كده فوق بعضه اهي. الطعمية من دي بجنيه باين، مش عارفة بجنيه بتهيألي، مش عارفة بجنيه ولا ب2 جنيه الواحدة.
بس دي من الكبيرة مش من التانية الصغيرة، انا ما بحبش الطعمية الصغيرة. وجبنا بطاطس وبتنجان مقلي اهو، شايفين؟ هفضيه برضو هنا، ولا تقلوا بقى ولا تتعبوا نفسيكم. الشوية دي مش عارفة كانت بكام، ب5 جنيه باين. وجبنا برضو المخلل اهو، ده احنا بنسميه ترشي، الاحمر ده بنسميه ترشي ولونه اصفر. اشمعنى انا قلت احمر بقى؟ اهو الترشي بقى والبتنجان والبطاطس والطعمية، وقطعنا طماطم والشاي على النار والعيش بيسخن. بجد بجد كانت احلى فطورة. يعني حتى سليمان كده هو بمنتج الفيديو بيقول لي والله العظيم انا جوعت على المنظر. ماما بقى هنا عملت لها سندوتش طعمية اهو. تعرفين يعني احساس ان انتوا تاكلوا كده، وهتلاقوا ورانا البطاطين زي ما هي. بقول لكم احنا كنا احنا اصلا، يعني انا نمت ما جنب ماما كده في الصاله، اتغطينا وفضلنا نضحك ونهزر طول الليل وما نمناش. احنا يعني نايمين صاحيين، يعني متغطيين كده مع بعض، لكن صاحيين وبنضحك ونتكلم ونحكي بقى في اي مواضيع. وقمنا كده زي ما احنا رحنا مولعين النار دي وجبنا الاكل عشان ناكل. فكان يوم جميل بصراحه. لا انا لازم اوريكم اللحظه دي، قلت لازم اوريهم الشاي كده وهو بيطلع علشان خاطر يستمتعوا معايا. مش كل الاولاد صحيوا طبعا. اللي كان صاحي كان حمزه واياد واسيل واختي وانا فاهمين. لكن الولاد الباقيين كلهم كانوا نايمين، واختي التانية كانت نايمه وكله كان نايم. بس مش رضينا نصحيهم لان احنا عارفين ان هم مش ناموا. فاحنا بقى غيرهم، يعني احنا حابين نعيش الاجواء ونعيش اللحظه كده. لكن هم عادي، يعني التانيين دول عادي، مش شرط ان هم يعيشوا الاجواء واللحظه. الاجواء دي واللحظه عادي عندهم. بس انا بحب اعيش اللحظه بصراحه، يعني لما بحب اكون عند حد او في مكان مثلا انا حابه الاشخاص اللي فيه، ما بحبش اقضي الوقت ان انا نايمه، لا، بحب اعيش معاهم اليوم بصراحه. فمين زي كده بقى؟ يعني مين اللي بيحب لما يروح مكان هو حبه وحابب الناس اللي فيه، ما بيحبش يروح يقضيها نوم؟ لا، انا مش كده خالص. يعني بجد بقول طب ما انا طول ما انا نايمه في بيتنا على طول. ولما اروح مثلا هنام، لكن احنا ما بنبقاش دايما متجمعين معاهم. مش دايما موجودين في نفس المكان اللي هم فيه، فمش هنقضيها نوم يعني. طبعا البراد ده جاب لي الضغط، والله العظيم جاب لي الضغط حرفيا. البوز بتاعه مش راضي ينزل شاي. فانا استكفيت بالحبه اللي انا صبيتها دي. بس اقسم بالله كانوا شويه شاي تحفه، كانوا شويه شاي خطيره. يعني حتى سليمان، شايفين سليمان انا صبالة حبه قد ايه، وانا صبالي حبه قد ايه. وماما طبعا صبت، هي صبت قبلينا في كوبايتها يعني بجد. كان كل اللي يشرب شويه الشاي دي مش عايزها تخلص. عمالين يقولوا ايه، لا انا مش عايزه شويه الشاي دي تخلص، انا مش عايزه الشاي ده يخلص. لان انا ما كنتش ماليه البراد، انا يعتبر كنت عامله نصه. فمش كنا عايزين الشويه دي تخلص من كتر ما هي حلوه بصراحه. كنا مبسوطين جدا جدا. شايفين بقى دي سيليا وريان بيلعبوا مع بعض. كنا بعد ما فطرنا وكنا قاعدين بقى بنضحك ونهزر كده ونتكلم. فهنا كانوا بيلعبوا ازاي الازازة. فاكرين لما كنا بنعمل تحدي الازازة؟ فهم بقى ايه لسه حاطين في دماغهم التحدي، فعمالين يلعبوا مع بعض. احنا بقى كنا مش مبطلين لا ضحك عليهم. عمالة اقول لهم طب الازازة فيها مية كتير وانتوا مش عارفين تقلبوها، بس اخدناها منهم ونقصنا المية اللي فيها. هنا بقى هنعمل رز علشان خاطر هنتغدى سمك. قررنا كده ان احنا ناكل سمك مشوي، مش عايزين بقى ولا لحوم ولا فراخ ولا بط ولا الكلام ده كله. انا هنا كنت حاطه الزيت وحاطه فيه شويه فلفل اسود. ده فلفل اسود اللي في الزيت. وبدات ان انا احط الرز الابيض علشان خاطر ده رز السمك. وحطيت طبعا ملح اهو. هتقولوا لي بقى يا مروه طب انت بتعملي رز بالشعريه ليه؟ علشان خاطر ريان ابني دخل لقيني بعمل رز، قال لي انا عايز اكل. فقلت له في بطاطس اهي، وهو كده كده كان سايب حته بتاعته من امبارح مش راضي ياكلها. فعنتها له يعني. فقال لي لا انا مش هاكل رز ابيض. قلت له يا ريان الرز الابيض حلو، انا كنت عايزه اريح نفسي بصراحه واعمل حله واحده والم الدور يعني. قال لي لا انا مش هاكل رز ابيض. فقلت له ماشي. فبعد ما طلع رحت عامله له كده رز بشعريه علشان خاطر ما يزعلش طبعا.
لان هو ما بياكلش السمك، ما بيحبش اي حاجه معموله للسمك. تفهميني؟ يعني هو عارف ان الرز الابيض ده بتاع السمك، انا مش بعمله اصلا غير للسمك. فما رضيش ياكل منه، مش بيحب ياكل منه. فقلت له ماشي، رحت عامله له شويه رز بشعريه. ودي بقى مواعين الفطار اهي، وكوبايات الشاي اللي كنا بنشرب فيها. فقلت برضه هغسلهم كده على السريع. طبعا انا ما قمتش عملت الرز على طول ولا الكلام ده، لا احنا فطرنا فطور حلوه بصراحه. وقعدنا وعملنا شاي تاني، وقعدنا ونتكلم مش عارفه ايه. وبعد مسافه، يعني بعد مسافه طويله، قلنا بقى قلت هقوم اعمل رز. وكده كده السمك هيجي مشوي جاهز. علشان خاطر احنا في اليوم ده كنا عايزين نروح بدري. لان احنا لما بنروح متأخر في شبورة بتنزل، لان الجو طبعا برد. فالشبورة دي مش آمنة خالص علينا ولا على الولاد واحنا مروحين. فقلنا يعني ايه، علشان خاطر نضمن نفسينا وربنا يكفينا ويكفيكوا شر الطريق يا رب. فقلنا ما نسهرش وما نطولش هنا علشان خاطر الشبورة اللي بتنزل بالليل دي. قلنا كده هنروح بدري وخلاص، يعني احنا كده كده قعدنا يومين واستمتعنا وضحكنا واتبسطنا. فما حبيناش نقعد اكتر من كده علشان خاطر نروح يعني. غسلت بقى المواعين على السريع. انا مش عارفه ايه المعالق دي كلها، كانت معالق ايه دي؟ بالله عليكم، كانت معالق ايه دي؟ هم اكلوا ايه بيها تاني؟ فقلت كده اغسل برضو المواعين، هم مش كانوا كتير وما اخدوش مني. استنوا. دي مواعين العشاء اللي بالليل ساعة ما سخنا بقية المحشي واكلناه. ومواعين الفطار، لان احنا بالليل ما غسلناش مواعين العشاء، لا كنا عايزين نستمتع، انتوا فاهمين؟ مش هنقضيها مطبخ ولا وقفة ولا غسيل ولا الكلام ده. احنا اكلنا العشاء ولمينا وكده وشلنا الحاجات. وقعدنا بقى مع بعض وسهرنا والصبح زي ما وريتكم كده فطرنا. ومواعين الفطار بقى على العشاء فضلت. لان مواعين العشاء ما كانش كتير، هي كان الحلة فضيت طبعا بتاعة المحشي. والصينية اللي اكلنا عليها والشوك والمعالق، بس ما كانش في مواعين اصلا كتير. فمش كانوا يستاهلوا ان احنا نقف يعني نغسلهم. كده خلاص غسلتهم اهو. ما اخدوش معايا اي وقت اصلا، على السريع كده عملتهم. شايفين؟ الحوض ده ليه ذكريات يا جماعة، ذكريات معايا والله. كل مكان في بيتنا ده ليه ذكريات معايا. بيتنا كنت برتاح فيه نفسيا على فكرة، وما كنتش احب اطلع منه. كنت بفضل كتير قاعدة كده وما اطلعش. كان اي حد من جيراننا بيفتكرني مش موجودة في البيت، اقول لهم يا جماعة انا موجودة والله بس ما بطلعش. مسحت بقى كده المطبخ اهو بعد ما خلصت المواعين. هو المطبخ كان نظيف، يعني الارضية كانت نظيفة، لان يعني ماما واختي يعني 24 ساعة اصلا بيمسحوا المطبخ ده من الارضية كده. لان دايما بيقع مية وهم بيغسلوا مواعين ومش مفروش كمان. فبيبقى سهل عليهم ان هم يروحوا مسحينه بالمساحة كده على طول. هنا بقى هغسل كده حاجة السلطة. طبعا سمك يعني سلطة حاجة معروفة. انا بحب بقى السلطة تكون عليها كل الخضار بصراحة. يعني فلفل، خيار، خس، الليمون ده شيء اساسي اصلا في السلطة عشان تكونوا عارفين. اللي ما بحطش ليمون على السلطة فايته كتير بصراحة. وبصل لازم كده، بصلاية برضو تكون على السلطة. طبعا مش هتلاقوني بغسل في بصل، بس ايه، انا جبت بصلاية وحطيتها على السلطة وهتشوفوا برضو. طبعا الخس او اي خضار لازم كده تمسكيه واحدة واحدة وتغسليها، علشان تضمني ان هي مش فيها اي حاجة. لان الخس او اي خضار ورقي زي كده ممكن يكون في اي حشرة من اللي بتكون لونها اخضر دي مش باينة. فانت بقى ايه، لازم تضمني كده ان انت غسلت حاجتك حلوة، فامسكيها واحدة واحدة زي كده واغسليها. حطيت هنا بقى الطماطم علشان اعملها. انا كنت مكترة سلطة، يعني اصلا ما فيش حد بياكل سلطة غير احنا الكبار بس يعني. فكنت عاملة، ما حبيتش اكتر اكتر من كده علشان كل الاطفال مش هتاكل سلطة. الطماطم حلوة الايام دي رخيصة، واللي عايز بقى يخزن طماطم يخزن. مش عارفة الكيلو وربع ولا الكيلو ونص ب10. طبعا الطماطم دي في رمضان بتوصل بال25 وال20 جنيه الكيلو الواحد. يعني بتوصل ل20 جنيه كده، انتوا متخيلين؟ ففي ناس بقى بتروح جايبة الطماطم دي عاملاها صلصة ومالية كده الفريزر صلصة، بتخلي في رمضان على قد السلطة بس.
فانت لما تيجي في رمضان تشتري على قد السلطة غير لما تشتري للخضار اللي عندك والسلطة، فالموضوع يعني ايه هيطلع من ايدك. اهو جبت بصلية ناشفة اهو حطيتها على السلطة، ونعصر بقى الليمونة كده. شايفين طبق السلطة؟ يعني من الاخر من الاخر من الاخر، كلهم بيحبوا ياكلوا سلطة من ايدي على فكرة. بيقولوا لي بجد يعني السلطة اللي انت بتعمليها بيكون لها نفس تاني خالص، ودي حقيقة. والله العظيم صدقوني دي حقيقة. انا مش لاحظتها الا لما فعلا كلت سلطة، لما باكل سلطة غير سلطتي بحس بالفرق. الرز ده اهو خلاص استوى، شايفين بقى مفلفل وشكله جميل ازاي. حطيت كده الرز في الاطباق، وحطيت السلطة في الاطباق الصغيرة ده عشان كل واحد يكون قدامه طبقه كده الخاص بيه. وحطيت بالمعلقة اهو، عشان خاطر مش عارفة قبل كده حطيت سلطة بايدي فلقيت يعني ايه انت بتحط السلطة بايدك بتحط السلطة بايدك. والله يعني ايد الواحد فعلا نظيفة وبيغسلها وهو اللي بياكل. فانت لما انت اللي تعملي حاجة بايدك وانت اللي تاكليها على ما اعتقد مش فيها حاجة يعني. اصل انت مش رايحة تقدمها لحد فجاية تحطها بايدك، لا انت اللي بتاكلي. ودي بقى الدقة بتاعت السمك، هو مدينا يعني ايه انت بتطلبي منه، او هو ممكن يديك شوية دقة في كيس كده غير الدقة طبعا اللي حاططها على السمك. يعني هو مكتر ازاي، شايفين اصلا شكل السمك ولونه والدقة اللي عليه عاملة ازاي. هو مكتر على السمك، فانت مثلا لو حابة تخليه يزود بتقولوا له هات شوية في كيس فبيديك عادي. ما شاء الله السمك كان تحفة 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 وكان خطير. شايفين المنظر عامل ازاي. قلت بقى ارص كله في الصينية الكبيرة دي علشان يكون شكله حلو كده، ونحط الصينية دي في النص. دي بقى سمكية لسليمان، هو كان عايز مكاريل، بس سليمان طبعا لما شاف السمكية كبيرة خالص كده مرضيش ياكل منها. يعني بعد ما جبناها له الكبيرة دي هو مرضيش ياكل منها. بقول له وانت عارفاني بحب السمك الكبير، فقلت له ما هو المكاريل اللي عنده كله كبير زي كده، فمرضيش ياكل من الكبيرة دي يعني. اكل من التاني. شايفين شكلها. رصينا بقى هنا السفرة بتاعتنا وحطينا بقى ايه، وطبعا لا غنى عن البصل والخس، مستحيل. شايفين المنظر، شايفين الجمال. أكلة كده خرافية خرافية خرافية. ده كان طبعا غدانا البسيط، يا رب كده يعجبكم. انا حبيت بقى ايه اوريكم كده شكل السمكة من جوه عامل ازاي، بيضة ازاي وحلوة. كان شكلها خطير بصراحة، والاكلة كانت حلوة ومع اللمة زي ما بقول لكم. طبعا كده خلاص كنا احنا مروحين، احنا روحنا بدري زي ما حكيت معاكم علشان طبعا الطريق. يا رب يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم، وحطوا لي عليه بقى لايكات كتير كتير، شجعوني بكومنت حلو. مع الف سلامة.